اللعب المعجنة اللي شغال. هي الحسنة الوحيدة اللي في الماتش اللي طلعنا بيها يعني هو جون ايه امام عاشور، شوط قنبلة زارطة كده جت في ايه، محمود جد كان بيشرب سيجارة ولا بيشرب شوية شاي، فايه هي دي اللي استفدنا بيها من الماتش. فين يا جدعان صانع اللعب اللي عندنا؟ فين المهاجم اللي عندنا؟ فين الباكات؟ فين الحارس؟ فين الفريق اللي عندنا يا جدعان؟ وطبعا عم فريرة هو بيعجن بس بيعجن ايه؟ عشان هو اللي قدامه ايه؟ عجين، فبيعجن. لو قدامه مثلا حاجة غير العجين كان عملها. مفيش لعيبة معاه، مفيش أي حد هيسانده، نزل لك كل البدلة. طبعا اللي نزلهم الشباب أحسن من اللي لعبوا كلهم. طبعا عم أشرف رؤى ده واحد، أشرف رؤى ويوسف أوباما ومين تاني وعمرو السيسي ومصطفى شلبي، ده في كتير جدا. دول يا جماعة دول شغلانتهم ايه في الزمالك؟ بيلعبوا يعني كورة ولا بياخدوا ملايين كده وخلاص؟ ده الواحد خسارة ياخد 60,000، ده أنا باخد 2500 في الشهر يا جدعان. يعني وبتعب أكتر منهم أقسم بالله. هي حظوظ طبعا وأرزاق يعني سبحان الله، مش هنقدر نقول حاجة. نرجع تاني بقى ايه للمصري. طبعا الزمالك مش عارف يعمل اي حاجه النهارده، مش عارف يطلع من نص ملعبه، مش عارف يمسك الكره 3 ثواني او 4 ثواني مع بعض. هو مش عارف يعمل اي حاجه. الزمالك هو جاب جونين كده زارطه ماشي، والجون اللي يجيبه سبحان الله يترد له بتعادل. ليه؟ عشان هما ايه؟ عمالين يعجنوا ويزرطوا، ما بيعملوش حاجه خالص في الملعب، ولا عارفين يبصوا باصه صح، ولا عارفين فيش فين. اي حد هيطلع بقى يقول لك فاريرا وشوف البروفيسير، حد يثبت يا جدعان ان الفريق اللي بيلعب ده هو اللي خد الدوري سنتين ورا بعض؟ طب ازاي؟ طبعا كان في ساسي، وكان في الاسطوره طارق حامد، وكان في مصطفى محمد، وكان في ناس كتير، وبن شرقي وزيزو كان فخم. الدنيا كانت ماشيه وامورنا كانت حلوه. دلوقتي ما تعرفش اللي بيحصل، في نحس وفي زرط وفي عجن، انما ما فيش كوره. اهم حاجه يعني في ماتش النهارده ان ما كانش في كوره، كان في ضرب، كان في خناقات، كان في عمر جابر بيطلع يجري بالكوره هو مصطفى شلبي لحد ما تطلع من الخط وتتحسب ايه، ضربه ركنيه للمصري. ما فيش اي حاجه في الماتش يا جدعان تقول لك ان الماتش ده كان ماتش كوره. هو كان ممكن ماتش تنس، ماتش بلياردو، وبرضه كنت هتستمتع عن كده. محدش بقى يجي يقول لك ايه ده ماتشات كاس العالم وكاس مصر والدوري المصري واتش دي. يا جدعان نخف زرط وعجن، عشان ايه؟ الجماهير اصلا والناس اللي بتتفرج زهقت من الكوره، وزهقت من الشاشه بتاعتكم، وزهقت من المعلقين، وزهقت من اللعيبه. احنا نروح نتفرج على دوري تاني او نشوف لنا ايه حاجه نتابعها غير الكوره. ومتشكرين يا عم عمر جابر انت واشرف رؤى، المعلمين بتوع الزمالك يعني. فين يا جدعان الونش؟ فين فرجاني ساسي؟ فين مصطفى محمد؟ فين بن شرقي؟ فين الناس دي يا جدعان اللي كانت شايله الفريق؟ احنا كده يا جدعان اقسم بالله في الضياع. احذروا وانتظروا الزمالك اللي مش هيجي يعني السنه دي بالنظام ده، بالنظام الطبيعي اللي احنا عارفينه، ان الزمالك يحسن من اموره وتعادل وبتاع وعدى وفات ونبدا من جديد. بس يا عم فرر لك يعني كل العذر، لان انت معاك شويه سباكين، ما معكش حتى سباك صنايعي كده يريحك تعتمد عليه، لا ده انت معاك ايه؟ صبي سباك كمان. يعني شويه صبيان سباكين كده او حلاجين متعرفش هما شغلتهم ايه غير كرة، غير الكوره يعني. هما بيعملوا عامه اي حاجه غير الكوره. فتعادل راح في داهيه وراح في نصيبه، وحلو زي ما قلت لكم كده ان مفيش حد من الجماهير جاله جلطه بسبب الماتش، وان هو عدى على خير. وعم فريرة انت يعني ايه؟ هقول لك ايه غير يعني ليك عذرك، معاك شويه لعيبه كنت